هنعمل النهاردة بسكوت اقتصادي وسريع. كل الخامات بتاعته موجودة عندنا في البيت، منجز وسريع جدا، حرفيا مش هياخد مننا في التحضير والتشكيل ربع ساعة بالكتير. وهنشكله بطريقة تشكيل جديدة وسريعة بدون قوالب تشكيل. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت الالفي. هستناكم تشتركوا في القناه وتعملوا لي متابعه على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نبتدي المقادير بتاعتنا. اول حاجه هنجهز 4 كوبايات من الدقيق المنخول، ويكون دقيق متعدد الاستعمالات. كوبايه من اللبن بدرجه حراره الغرفه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من اللبن البودر، كوبايه من سكر حبيبات، كوبايه زيت. السمسم هنستخدمه في التشكيل بتاعنا. هنجهز بقى البوله اللي هنعجن فيها. احنا مش هنستخدم في الوصفه دي خالص لا مضرب كهربائي ولا خلاط، كل اللي هنشتغل بيه مضرب يدوي. هنحط بقى اللبن بتاعنا، السكر، ونفضل نقلب كويس جدا لغاية ما السكر بتاعنا يدوب. وبعدين نضيف الزيت بتاعنا ونفضل برضو نقلب لغاية ما الزيت يمتزج بكل المكونات دي. وبعدين نضيف اللبن البودر ونستمر في التقليب لغاية ما كل ده يدوب ويمتزج كله مع بعض، ويبقى القوام بتاعه تقيل شوية. في الحالة دي لو حابين نضيف فانيليا أو ريحة برتقان أو ريحة جوز هند هتخلي طعم البسكوت حلو برضو. هننخل بقى كمية الدقيق بتاعتنا والبيكنج باودر في المنخل علشان لو في اي تكتلات تروح في النخل، وكمان نطلع الهواء من الدقيق بتاعنا. هنقلب بقى الدقيق بتاعنا بمعلقة خشب او اي حاجة او سباتيولا او اي حاجة عندنا. اظن بقى مفيش اسهل من كده في طريقة التحضير، لا استخدمنا خلاط ولا استخدمنا مضرب كهربائي ولا عجان ولا اي حاجة، وكل الحكاية كل حاجة معمولة يدوي. فالطريقة بتاعته سريعة وفعلا حرفيا مش هياخد منك اكتر من 15 دقيقة. قوام العجينة بتاعنا لين جدا جدا، هو كده مظبوط، مش هنحتاج نضيف له دقيق. هنبتدي بقى في التشكيل. اول شكل هنعمله بالسمسم. هناخد كورة كده من العجينة صغيرة ونبتدي نغطسها في السمسم ونضغط عليها في الصينية، وكده الشكل الاولاني يعتبر بتاعنا خلص. طبعا لو مش حابة تضيفيله سمسم مش مشكلة، بس طبعا هو طعمه ظريف جدا جدا بالسمسم. كده الشكل بتاعنا الاولاني خلص. انا حرفيا الصينيه دي ما خدتش مني دقيقتين 3 كده، لان احنا لا بنشكل ولا بنسيب نخمر ولا اي حاجه، بنشكل العجينه وخلاص. هنعمل بقى الشكل التاني، وانا الشكل ده عندي من غير سمسم لان مش كل البيت عندي بيحب السمسم. هجيب بقى المصفى بتاعه الطعميه وهنضغطها على الكوره بتاعه العجينه، وكده كده شكلنا الشكل التاني. يعني مش عايزه اقول لكم ما خدتش وقت خالص خالص خالص، لا بقى بصمه عجين ولا بصمه كحك ولا اي حاجه من الكلام ده. اظن كلنا عندنا في البيت المصفى دي بتاعه الطعميه وبتاعه القلي وبتاعه الزيت دي، بتعمل شكل حلو جدا جدا في التشكيل. وعايزه اقول لكم معلومه مهمه، واحنا بنشكل العجين اهم حاجه يكون البسكوته بتاعتنا مش تخينه، يعني لازم تكون رفيعه علشان تطلع مقرمشه وحلو قوامها كويس. كده بقى انا خلصت الصينيه التانية اللي مخدتش مني برضو اكتر من دقيقتين. وبالنسبه بقى للتسويه، احنا هنحطه على سلكه البوتاجاز على درجه حراره متوسطه. هو بياخد في الفرن حوالي نص ساعه. بنفضل نتابعه لغايه ما الطبقه اللي تحت او يعني البسكوته من تحت كده تحمر. والمفروض هو كله لو الفرن بتاعك تسخينه كويس او سواه كويس بيحمر البسكوته بتاعتك كلها على بعض. لكن لو احمر من تحت وما احمرش من فوق، نشغل كده، يعني نحطه على الصاج كده من تحت خالص ونشغل عليه الشواية تكون بعيدة خالص عن البسكوتة، بحيث انها تحمر البسكوتة من كل الجوانب ويطلع لونها كويس. وبكده يكون الوصفة بتاعتنا خلصت. انا مش عايزة اقول لكم البسكوت ده فعلا ما خدش مني وقت خالص، يعني شوفوا مسافة الفيديو كده خد مني يا دوبك 10 دقايق. وبعدين حطيته في الفرن استوى على طول. فلما محتاجين نعمل حاجة سريعة البسكوت ده هينفعكم جدا جدا ولاولادك هيحبوه جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا وتشاركوني في تعليقاتكم اذا كان ظبط معاكم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. واللي لسه ما اشتركش في القناه ولا تابعني على صفحتي على الفيسبوك يا ريت يضغط اشتراك ومتابعه. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله.